اتعلقنا من صغرنا ببعض أغاني المناسبات ومنها أغنية وحوي يا وحوي، وكمان اصحى يا نايم اللي غنتها الطفلة الصغيرة، بس الجمهور ما يعرفش حاجة عنها. تعالوا نقول لكم مين البنت دي، وهتتفاجئوا من جنسيتها، وهتعرفوا كمان ليه اتسبب أنور وجدي في إنها تسيب مصر. وهوريكم أحدث صور ليها بعد 70 سنة من عرض أغنيتها، وهتعرفوا مين هي أختها اللي مثلت مع إسماعيل ياسين، الفنانة هيام يونس من أصول لبنانية، وبالتحديدا من ضبع تنور الموجودة في شمال لبنان. وهي اتولدت سنة 1948 وعمرها حاليا 76 سنة. بدأت هيام رحلتها الفنية لما كان عندها 4 سنين، وغنت أغنيتها غنيلي شوية لأم كلثوم، وبعدها بسنة طلبت تتعرف على المنتجة آسيا بحكم إنها من نفس البلد، وقررت تسافر مع أختها نزهة يونس لمصر علشان يقابلوها. ولما قابلتهم آسيا داغر عرفتها بالمخرج هارني بركات اللي كان معجب بموهبتها، وطلبت منه تشارك في فيلم قلبي على ولدي سنة 1953 قدام زكي رستم وشكري سرحان، وحب يوظف صوتها في أحدث فيلم. وغنت أغنيتها وحوي يا وحوي أغنية اصحى يا نايم بالرغم من إنه كان عمرها 5 سنين بس، وشاركت في فيلم لبناني إلى أين، واتعرض في مهرجان كان السينمائي، وشاركت فيه معاها أختها نزهة يونس، والفيلم فاز بجوائز كتير. وبعدها قررت هيام تعتزل التمثيل وتكتفي بالغناء، وتتعلم هيام في مصر أصول الموسيقى والمقامات العربية والعزف على العود على يد الموسيقار سليم الحلو. ولما توفي الفنان أنور وجدي جالها حالة صدمة كبيرة وانهارت، لأن أمنية حياتها كانت إنها تمثل معاه، وقررت بعدها تسيب مصر وترجع على لبنان سنة 1955. وبدأت رحلة هيام في الغناء في لبنان، ولقبها الرئيس اللبناني الأسبق بشار الخوري بلقب أعجوبة القرن العشرين، وكمان الموسيقار الأجيال وصفها بأنها صاحبة أخطر إحساس. كمان بدأ الجمهور يلقبها بلقب نجمة الشرق والمطربة القصائد ومطربة المثقفة، لأنها غنت بكل اللهجات العربية. ومش بس كده، ده كمان أبدعت في كتابة الشعر ولحنت أغاني كتير جدا، والنقاد لقبوها بلقب الجامعة العربية الفنية. وبعد الحرب اللبنانية توفي بعض أفراد أسرتها وأصدقاء هيام، وأصيبت بالاكتئاب وحزن شديد، واعتزلت الغناء بعد 20 سنة، ورجعت للغناء من جديد وغنت مجموعة من أروع أغنياتها زي تعلق قلبي بطفل عربي وسافر يا حبيبي وارجع. وعن أغنية وحوي يا وحوي قالت هيام إن الملكة إيه الحتب قدمت أبنائها كلهم للقتال، وبعد موت عدد كبير منهم خرج عدد كبير من المصريين للتهليل وحوي يا وحوي إيوحى. وبقت الجملة دي بقت من وجدان المصريين لحد النهاردة. وقالت كمان إنها بتحرص على زيارة مصر من وقت للتاني، وأكلتها المفضلة الحمام المحشي، وإنها محظوظة إن أغنيتها اللي فات عليها 70 سنة محفورة في قلب كل المصريين وبيرددوها كل السنين اللي فاتت دي. وقالت كمان إن رمضان في مصر يختلف عن أي دولة تانية في العالم لأن أجواء مختلفة وفيها بهجة كبيرة. هيام وصل عدد أغنيتها طول مشوارها الفني أكتر من 700 أغنية بلهجات متنوعة ومختلفة، وبعض الحفلات الغنائية في لبنان ودول الخليج. أما عن أختها الكبيرة نزهة يونس فهي بدأت حياتها الفنية بدري، واشتغلت في الملاهي الليلية اللبنانية، وتم اختيارها عذراء الربيع اللبناني، وشاركت في فيلم زي قلبي على ولدي ومن رضا بقليله واسماعيل ياسين في جنينة الحيوان سنة 1957. رحلت عن عالمنا سنة 1988 عن عمر ناهز 51 سنة. نتمنى كل التوفيق للفنانة هيام يونس ودوم الصحة. اكتبوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في أغانيها، وهل المعلومات اللي عرفتوها جديدة ولا في معلومات تانية عنها؟ شاركونا الرأي.